صباح الخير. من الرسائل على الخاص، رسالة من أحد الأصدقاء. كان طبعا بيسألني على الأخبار، أخبارك إيه والجو عامل إيه. آه، فكنت بحكي له يعني، لأن كان آخر فيديو كنت بتكلم عنه عن نيو جيرسي. إن إن ولاية نيو جيرسي ممكن في يوم واحد تلاقي كل الفصول الأربعة. فهو أنا كنت من كام يوم قايل له ده الجو بقى حر جدا، ومرة واحدة لقاني شايف لابس هودي وقال له ده الجو برد. ف فجه الكلام بيجيب كلام، فكان بيقول لي ده احنا الجو عندنا حر موت. وطبعا مش كل الناس عندها تكييفات. يا ترى التكييفات سعرها عامل ايه عندكم؟ ويعني المواطن اللي هو العادي او المواطن الفقير يقدر يجيب تكييف؟ فللاسف المناقشه بدات مننا. انا قلت خليني اعمل فيديو عن الموضوع ده. آم، لان في حاجات هنا يعني تعتبر من اساسيات الحياه، بقت للاسف في الدول العربيه، او مثلا احنا بنتكلم عن مصر لان هو كان بيكلمني من مصر يعني. بقت من حاجات الرفاهيه. يعني مش كل الناس عندها تكييف. اللي عنده تكييف ده حاجه من حاجات الرفاهيه. والناس بقى ده مش عارف مين عنده تكييف في بيته، اوف ده معدي ده مثلا. بالرغم من ان دي حاجه من اساسيات الحياه. كل الاشخاص اللي موجودين هنا لازم يكون عندهم تكييف. العربيه زي ما انا كنت بقول في بعض الفيديوهات زمان، ان العربيه دي ايدك ورجلك هنا، ما تقدرش تعيش من غير عربيه، لازم يكون عندك عربيه. من اساسيات الحياه. دي من حاجات الترفيه في مصر. آه، بعض المطاعم اللي الناس بتشوفها من دواعي الترفيه، واحد يقول لك اوف ده، ولا مصور مثلا ده انا في كي اف سي، انا في ماكدونالدز، انا قاعد باكل في ماكدونالدز. اللي هو يا جدعان ده اللي هو افقر الناس بتروح تاكل هناك. لما الواحد يكون مثلا ما معهوش فلوس، يلا خلينا نجيب اكل من ماكدونالدز، خلينا نجيب اكل من كنتاكي. اللي هو عادي يعني، محل عادي، مش اللي هو من المحلات الغالية. فهو ده للأسف المشكلة. بعض الحاجات اللي هي من أساسيات الحياة هنا، اللي هو التكييف، الهيت. الناس بتبقى متجمدة في مصر في الساعة، مفيش حد عنده هيت يعني. الناس الأغنياء يعني للأسف، يعني الناس اللي معاها فلوس هي اللي بيبقى عندها هيترز، عندهم تكييف. زي ما قلت على مواضيع المطاعم بقى الرفاهية، ده بياكل سوشي، ده مش عارف ايه. آه، وهي حاجة عادية بالنسبة اللي هو اللو انكم يعني، او الناس اللي هي معدل اللي هو المتوسط عادي. فهو ده كان النقاش ما يعني كده كده. انا موضوع المقارنات يعني غير عادل، لان الدخل بتاع اللي هنا غير الدخل بتاع هناك. طريقة الحياة هنا غير طريقة الحياة بتاع هناك. آه للأسف أنا كنت في أجازة وشفت فعلا الدنيا غالية جدا جدا جدا. يعني اللي عاوز يجيب مثلا تكييف هيجيبه ب40,000. أنت هنا ممكن تجيب تكييف اللي هو ويندو اي سي ب100 دولار. اللي هو لو واحد شغال دليفري ولا شغال اوبر ممكن يجي يجمع حقه في يوم. نفس الكلام في اسعار العربيات، لما تجيب عربيه ب2000 دولار مقارنه ب750 الف جنيه ومليون جنيه. ال- الشقق اللي بقت بمليون واتنين مليون وتلاتة مليون واربعة مليون. بس فهو ده كان النقاش اللي وصلنا ليه، فحبيت اشارككم فيه. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.